أيًا كان السعر اللي هتبيعي بيه، في ناس مش هتشتري لأسباب مختلفة. أنا لو هابيع دلوقتي ورشة على سبيل المثال لمدة 3 أيام، ورشة مدفوعة ب$7 على سبيل المثال، في ناس مش هتشتري لأنها شايفة إن $7 لأ أنا أروح أدفعهم في ساندوتش أحسن، وفي ناس مش هتشتري لأنها شايفة إن $7 هو رقم قليل جدًا، وطبيعي إزاي هتدّيني المعلومات دي كلها ب$7 بس، أنت أكيد هتخبّي حاجة أو أكيد أنت عامل ده علشان تبيع لي حاجة. وبالتالي هنا هنلاقي إن الناس مش بتشتري لاعتراضات معيّنة، في اعتراضات مانعاهم. فلو قدرت إن أنا أستغل الاستراتيجية التسويقية التسعيرية اللي أنا عاملها دي، وأعزّزها بإعلانات معمولة برضه بشكل استراتيجي للرد على الاعتراضات، ممكن اعتراض اللي هو أنت ممكن تشتري إيه ب$7 للناس اللي هي قررت تفضّل إنها تشتري حاجة تانية، ممكن إعلان تاني ممكن تكون فكّرت تشتري بس قُلت إن أنا مش هاخد حاجة من ال$7. وفي إعلان تالت ممكن يكون ما عندكش وقت إن أنت تحضر 3 أيام، ده اللي أنت هتاخده في الورشة. فلو قدرت تعمل إعلانات لكل الاعتراضات اللي بيقابلها جمهورك دي، هتقدر تاخد أكبر قيمة ممكنة من الاستراتيجية التسعيرية اللي أنت عاملها.